كم مره وقفتي قدام المرايه وانت لابسه اللبس ده وقلتي هو الناس هتقول عليا حلوه؟ اغواء بتاع النهارده الجميل ده بيقولك ان انت تتظاهري بالفكره اللبس وفكره الموضه والبراند علشان الناس هتشوفك عامله ازاي. هقول لك على حاجه. مره جات لي قصه بلوجر قالت لي يا دكتور انا في البدايه خالص كنت بلبس لبس عادي، بس كان دايما اصحابي يقولوا لي انت حلوه انت جميله، كنت بتتبسط جدا. فايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيبسطها؟ الشيطان مدخل لها استراتيجي جوه، حاجه اسمها اغواء اعجاب الناس. اما بتنزل اللبس على السوشيال ميديا او بتنزل صور على السوشيال ميديا بتفرح اكتر وبتتبسط اكتر وتقول يا دكتور ابقى افضل قاعده مستنيه راي الناس، وتتعصب جدا وتتخنق جدا مع اي كلمه سلبيه. غلط. ده عكس اخطر الحقيقة عكس تماما. الحقيقه تماما ايه تماما خطورته بقى تماما. يا دكتور؟ الخطوره هنا جايه منين؟ جايه من الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ايه؟ قال اخاف ما اخاف عليكم. ايه هو؟ الشرك الاصغر. فقالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قالوا ايه؟ الرياء. فكرة الرياء جاية من اللي هي بتبدأ بحاجة بسيطة، ان انت عايزة كلمة حلوة من الناس علشان الناس دايما تحسي كده ان انت مبسوطة بإعجاب الناس ليكي. يقول ده احنا بشجعك. لا مش بيشجعك، ما هو ده بقى، مش انا بقول لك بيخش لك بكده. المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في كده، ان بتبدأ كده بعد كده بتبتدي ان انت يحصل لك قلق وتوتر لو ما ده حصلش. طب ايه الحل؟ اول حاجة لازم تسألي نفسك قبل ما تعملي اي حاجة انا بعملها ليه. لو اخر ليه دي عشان الناس ما تعملهاش.